احنا النهارده هنتكلم على تغذية الكوكو في مزرعتنا ماستيف هاب وخاصة الجراوي. احنا بنعتمد في المزرعة على نظام غذائي طبيعي، بمعنى ان كله اكل فريش ما لمسوش النار نهائي. وبالتالي عشان نحافظ على التعقيم بنتبع طريقة التجميد. اي اكل ني ما ينفعش نشتريه ونأكله للكلب، لازم يدخل الفريزر 3 ايام، يتم تجميده تماما 3 ايام، وبعد كده بنقدر نطلعه وياكلوا منه. بالنسبة لأكل الجراوي بعد الفطام اللي بيكون عند 30 يوم، بيكونوا 4 وجبات فيهم لبن زبادي طبيعي لايت، بيضاف إليه بروتين، بيتحدد حسب وزن كل جرو، وبيزيد طبعا مع زيادة عمره ومرور الأيام وزيادة الوزن. بتتحدد نسبة البروتين اللي بتتحط على الزبادي. وطبعا طريقة التغذية دي بتكون مع جراوي سليمة صحيا ومتبعة جدول تطعيمات في مواعيد. وهنبتدي النهاردة نفرجكم على الوجبة بتاعتهم. هي عبارة عن زبادي ولحمة مفرومة. احنا جهزنا الزبادي واللحمة المفرومة للجراوي وبتتقسم عليهم، ودي الكمية المناسبة لأوزانها. احنا بنهتم ان كل جرو ياكل لوحده عشان ياكل الكمية المناسبة ليه. لان لما بياكلوا مع بعض احيانا حد بيجور على حد في الاكل، ما بتبقاش الكميات متساويه، فممكن حد يتظلم، يكون بطيء شويه في الاكل، مش قادر يعافر جامد مع اخواته، فبنحب كل واحد ياكل لوحده افضل. ودي بنوتتنا الجميله قربت تخلص خلاص، هي شطوره. هنملى الطبق ونرجع لكم مع جرو تاني. ده جرو ولد هياكل الوجبة بتاعته. احنا بندي للجراوي 4 وجبات في اليوم. الكلاب ما بتهتمش بالتنوع، هما مش زي البني ادمين، المهم الوجبات تكون مفيدة متكاملة بالنسبة لهم. احيانا برضه التنوع بيبقى لطيف، فبنحاول نديه وجبة خضار يكون مسموح ليهم، منها البطاطا بيحبوها، تتعمل بيوريه وياكلوها، وهكذا. وفي وجبة ممكن تبقى بروتين، بيض برضو ناي مع زبادي. حاضر حاضر برافو عليك، قول صورة. برافو عشان اخواتك ياكلوا.